مرحبا. حياك الله. طبعا في كذا نقطة، ولأني أول صوت سعودي أتمنى تعطيني وقتي عشان أرد على النقاط اللي كانت لا 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 موجودة. لا لا، سبقوك ثلاثة، صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. بس لا، من في حاجات صارت ما حد رد عليها من وقت دخولي، فأعطيني تفضلي وقت. تفضلي تفضلي تفضلي. شكرا لك. أول شيء أشوف كثير ينصحنا، يعني سواء من المتحدثين أو من اللي قاعد يكتبون من الجزائر ومن أهل الجزائر، وأنت نفسك قلت أنه أنتوا ترى على خلاف، أو بما أنكم على الخلاف مع الإماراتيين، لكن ترى مهما كان تراكم أقرب لبعض من الجزائري. خلي أقول لك شغلة. أول شيء اللي بيننا وبين الإمارات هذا ليس خلاف، هذا أمن دولة، وهذا الكلام طلع في خطاب وبيان وزارة الخارجية. ففكرة أن يكون خلاف، اختلفنا على توجه معين، اختلفنا، لا، اللي بيننا وبينهم شيء مرة أكبر وأعظم بكثير، ليس خلاف. الأمر الآخر، ليش إحنا مع الجزائريين أو هذا الحكي؟ أول شيء الجزائري ما حاول إنه يعبث بأمني، ولا حاول يكون أداة إنه يفتت المنطقة، ولا دعم مشاريع الانفصال، ولا حاول إنه يتماهى مع الصهيوني. وأرجع وأقول بمن يتدخل في أمور السياسة، هذه سياستنا وقراراتنا السياسية ما تعنيه. لذلك الجزائري أنا ما عندي معه مشكلة أبدا نهائيا. الجزائري أبدا ما تدخل لا في أمني ولا في أمن المنطقة ولا في تفتيت الدول، ولا حتى حاول إنه يعبث أو يقسم داخل المملكة العربية السعودية أو في الدول اللي أنت تعرفها. نقطة أخرى، أنت قلت تحدثت عن المملكة العربية السعودية، تقول إنه يعني عندك مشكلة، وحطيت كذا نقطة، واللي سعودي يطلع يقول لي ماذا فعلت المملكة في الشأن اليمني ولو بنقطة واحدة، أنا راح أقول كفو مش عارف إيش. أنا ما أبغاك تقول كفو، ولكن أبيك تستمع للكلام اللي بقوله. الحفاظ على شرعيتك وعدم السماح للحوثي بأنه يجعل بلدك أرض مستباحة للنفوذ الملالي، هذا فعل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. هذا واحد. وثانيا، سبحان من أنطقك يا أستاذ أسعد، يعني أنت تقول ندفع الرواتب، نعم ندفعها. لإيش؟ دعما للشرعية والتزام بالمسؤولية أو بمسؤوليتنا تجاه اليمن، مو لأنهم عمال عندنا مثل ما أنت قلت أبدا، وما طمعنا أبدا في اليمن ولا نهبنا ثرواتكم. إحنا نحافظ على الشرعية وندعمها سياسيا واقتصاديا. بعدين تجي تقول إيش سويتوا؟ يعني من أغرب ما سمعت. بعدين تقول وصاية. وين الوصاية؟ وإحنا نقول شكل بلدك أنت تحدده، أنت يمني تحدد شكل بلدك بحوار تحت مظلة شرعية. وين الوصاية في الموضوع؟ وإحنا وقفنا سد ضد مشروع الانفصال بقوة. السلاح اللي صار أو قام فيه خطبوا فيه ود الصهاينة، مش عارف مين، باجتماعات سرية. يعني أنا صراحة ما قد لا أنتظر إنصاف، ولكن أنت طلبت نقاط وأنا أعطيتك نقاط بسيطة، ولما نقعد نتكلم فيها إلى ما لا يعني يعلمون. الأمر الآخر، لما تقول إنه يعني بنجي للإمارات صراحة، وفي واحد إماراتي كان يتكلم قبل شوي ويعني متحامل كثير على السعوديين، ويقول نعم أنت يا يمني أكسر عين السعودي كسر عينك وطلعك من اليمن ببساطة في 4 ساعات. يعني أنا صراحة أستغرب من هذا لما يجيني إماراتي يتحدث أكسر وأكسر. بعدين أنت طلبت يا أستاذ أسعد تقول إذا عندكم ما يثبت إنه الإمارات خانتكم وكانت ضدكم أعطوني حتى يعني إنه عادي أو نكون معكم في الصف. يا أستاذي الفاضل، الحوثي كانوا تحت مظلة الشرعية. علي عبد الله صالح وخانوها وانقلبوا عليها. عيدروس الزبيدي كان تحت مظلة الشرعية. عبد ربه منصور صح، وبعده العليمي، وخان وانقلب. بذات المسطرة الإمارات كانت تعمل تحت مظلة التحالف وانقلبت على أهداف التحالف. ارجع لبيانات اللي صدرت من قيادة التحالف، وارجع بعد للتحقيقات اللي تم نشرها بالصوت وبالصورة في قنوات كثيرة، وفي قنواتنا إحنا بعد، في قنوات الإخبارية اللي كشفت عن سجون سرية في منطقة مطار مدني. الإمارات ترى ما أنكرت في بيانها أبدا، بالعكس قالت إنه حولناه لثكنة عسكرية. هذه أدلة، يعني كل شيء تم نشره بالصوت وبالصورة. يعني أنا ما أعرف يعني وش الأدلة اللي باقيتها بيها. يعني مفروض إن أنت شفت، إذا كنت متابع وأخذت موقف، مو يجيني أحد ويقول عطونا دليل. الدليل قدم من قيادة التحالف على رؤوس الأشهاد وأمام مئات الملايين. هل نحن اليوم بصدد أنه يجي واحد مواطن سواء أنا أو غيري ويسأل عن وين الدليل؟ أكيد
الأدلة واضحة لمن أراد أن يراها، لكن في ناس كثير يمكن ما يبونها. قد يكون لك توجه أستاذ أسعد، قد يكون لك أنت توجه داخل اليمن، أنه أنا لا أريد هذا ولا أريد هذا ولا أريد هذا، هذا شأنك. ولكن أن تتهم المملكة العربية السعودية بأنها تفعل داخل اليمن انقسامات ومش عارف إيش وميليشيات، بالعكس المملكة العربية السعودية اليوم هي موجودة معك تقول لك أنا أدعم شرعيتك، أدعم وطنية هذا البلد حتى يستطيع أن يقوم ويصير بلد إن شاء الله مثل ما عهدناه اليمن السعيد. وبعد كذا أنا ما أبي منك شيء، أنا خارج نطاق أصلا هذه الحدود، ولا يهمني أصلا أني أخذ من اليمن أي شيء، بل بالعكس أنا أقوم بمساعدة اليمن وأهل اليمن. الأمر الآخر وأمر أخير، كل التقدير والاحترام لأهل الجزائر، كل التقدير والاحترام لأهل الجزائر اللي فعليا ما كان ولا طلع منهم أبدا ما يسيء للمملكة العربية السعودية ولا لأرض الحرمين. فبالتالي إذا كان في حرية مثل ما في ناس كثير هنا حرية أنه ما شاء الله تبارك الله مع كامل التقدير والاحترام للمغرب، أنا ما عندي مشكلة معهم، ولكن يعني أن يكون الأمر إما أن تكون مع المغرب أو مع الجزائر، أنا صراحة مع الجزائر أمانة. ليش؟ لأنه ما شفت منها إلا كل الدعم، ولم أرى منها إلا كل الكلام اللي ينصف يعني كل هذه الدول اللي حصل فيها التقسيمات. الجزائر ما اعتدت علي مثل ما قلت لك، ولا قسمت الدول، ولا ساعدت الصهيوني في أن يقسم الدول، ولا ساعدت الميليشيات في تلك الدول. شكرا لك، وأتمنى يكون وصل يا المهرة، فقط استفسر من النقطة الأخيرة. أنت مع الجزائر قلتي؟ بالضبط، أنا لأنكم أنتم حاطين الكلام هنا جزائر ومغرب، ماني فاهمة ليش. لا هو أنا أسألك، أنت معها في ماذا؟ أنا معها لأنها دولة قالت حقائق، يكفي بأنها الدولة الوحيدة اللي قالت عن الإمارات ما لم نكن نصدق وطلع كلامها صح. طيب سؤالي، لا لحظة يا المهرة، يعني هل أنت معها في مشروع التقسيم الذي تستهدف به المغرب؟ هل هي تقسم المغرب؟ هل قسمت المغرب؟ طبعا تدعم جماعة البوليزاري والتي تريد أن تفصل ثلث البلاد. جميل. وتشكل جمهورية الصحراء جميل. الوهمية. جميل. أنت معها في هذا؟ أنا ضد التقسيم في كل مكان، ولكن الجزائر في سياساتها اللي تخدم بلدي أنا معها. أنت المغرب أقرب إليكم من الجزائر لو تفهمي. أنا اللي أقرب إلي اللي ما يحاول إنه يكون مع عدوي، هذا الأقرب إلي. المغرب ملكيتين، وعلاقتكم بملوك المغرب أقوى. أنت لو تفهمين أنت أقرب إلى المغرب أكثر من إلى الجزائر. بما القرب في ماذا؟ هل لأن النظام الملكي في علاقة ملوككم بملوك المغرب تاريخيا؟ هل تعلمي أن قصور ملوك المغرب لا زالت إلى الآن قائمة في الدار البيضاء وفي طنجة؟ والله العظيم. طيب جميل. هل لأن المغرب دولة ملكية، يعني معليش، يعني أنا قلت لك كل التقدير والاحترام لدولة المغرب، ولكن أنت تتحدث وكأن سياق الأمر هنا إما أن تكون مع المغرب أو مع الجزائر. أنا أقول نعم الجزائر. نعم. لا نعم أنا أقول لك، أنا هذين الدولتين بالذات حلو الحياد فيهما ما تقدري تحايدي، ما تقدري تحايدي. أولا لو اسمعيني دقيقة، اسمعيني أبرد على يعني أوكي. وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية في ليلة القدر تصف المغرب بأكملها. تخيلي، مملكة الرذيلة تسميها. أنت ترضي بهذا الكلام؟ طيب الإمارات على لسان خلفان يصفنا بأقذر الألفاظ، هل أنت مع هذا الكلام؟ أبدا، أنا ألقم خلفان حجرا لو أسمع يقول هذا الكلام. لو تسمع، حتى أنا لو أسمع ما قلت لي إنهم قالوه الجزائر عن المغرب سوف أرد عليهم. طيب خلاص، شكرا. إذن شكرا للمهرة. اسمعيني أبين لك بعض الأمور التي أنت قلتها، واسمح لي أخي لي بعدها الأخ. شكرا أبو خالد. شوف يا أختي، عندما نصحناكم بأن لا تتخلقوا بأخلاق الجزائريين، أنا كنت أنتظرها تبقى الأخت المهرة، والذي يسميها جزائرية ليست جزائرية. هذه أنا أعرفها من أيام الكلوب هاوس من 2019. سعودية متحدثة لبقة مطلعة، هي رائعة. المهرة رائعة جدا، حادة شوية، لكن الذي بيوصفها في بعض الناس بيقول لك مغربية. لا، هذه أنا أعرفها من 2019 ودار بيني وبينها نقاشات قديمة. عندما نصحناك، النصيحة الدين النصيحة يا بنت الناس يا أختي المهرة. عندما تأتي وتقولي من له الحق ينصحنا، إذا كان الدين بكله هو النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. يعني من حق أي مسلم أن يوجه نصيحة، وأنت من حقك أن تأخذيها أو ترديها.
لكن مسألة التعالي أنه من هو الذي سينصحنا؟ أنا أنصحك لأنك لا تعلمين شيئا عن التركيبة الجزائرية ولا تعرفي شيء أختي المغرة مع الأسف. والله لو عرفتم بتركيبتهم يمكن لبستي يد الإماراتي ولا تتقربي إلى الجزائري. أنت لو رأيت فجور الخصوم الذي فعلوه بالمغرب لا يرضى حتى الكافر، فما بالك بمسلم. الإماراتي والمغربي أقرب إليك 1500 سنة ضوئية من الجزائري، لا يربطك بالجزائري شيء. أنت من بلد ملكية وهو من بلد عسكري شيوعي، الذي يربطك به فكرين نحن الآن يطب الطرح السعودي هو ليس حبا فيكم وإنما نكاية في الإمارات. وللأسف الإخوة السعوديين يجهلون التركيبة الجزائرية، يجهلونها. أنا لو حضرتم معي أو ترجعوا شوية في قناتي وتشوفوا بس أخلاقهم عندي أنا بعضهم فجور غير عادي. يعني أذكرك فقط أنه إذا أراد أن يغيظك يدخل في العرض مباشرة، فيطعنون في الشرف وفي العرض، يرمون رمي المحصنات عندهم مثل رمي الحبات السجارة كذا. يجي الإنسانة محصنة ويرميها بالبهتان عادي عنده، يعتبرها بطولة ورجل. هذا بس عشان يعني تفهمي. أما شوفي، وأنا بقول لك الآن لكن لازم تفهميه أختي المورا، أنا هنا لا أرد عليك، والله لا أرد عليك، لكن أنت تكلمتي في أمور في الشأن اليمني، هذه أنا ملم بها مثل كما أنظر إلى كف يدي هذه. شوفي أنا أعلم منك بها. صح. نفوذ الملالي هي تقول، وهذا الكلام يردده السعوديين، أنه يكفي أن السعودية وقفت أمام نظام التشيع وأوقفت المد الشيعي. والله يا أختي الكريمة يا المهرة، ما تمدد الشيعة إلا في ظل الوجود السعودي في اليمن. بالعقل والمنطق شوفي، 1 زائد 1 يساوي 2. أنت قلتي كلام. السعودية دخلت 2015، كانت جماعة الحوثي جماعة منبوذة لا يحبها أحد. لا يستطيع أي واحد من الحوثيين الشيعة أن يظهر عقيدته. كان في هذاك الفترة 2013 2014 وأنا كنت في اليمن 2013، إذا قلت لليمني يا حوثي كأنك سبيتي. بعد 10 سنين من التواجد السعودي داخل اليمن، اليوم صنعاء كربلاء حقيقة في ظل تواجدكم، في ظل التواجد السعودي تمدد الشيعة. من قال لك أنك كنت سدا منيعا أمام التمدد الشيعي؟ لا بالعكس، قبل أن تدخلي ما كان عندنا تشيع. الآن بعد أن تدخلتوا و11 سنة اليوم الشمال كله شيعي. عندك الآن الحوثي في خاصرتكم الجنوبية، عندكم صنعاء كلها تشيعت، الشمال كله تشيع. الآن الطقوس الشيعية موجودة، الضرب والجلد وكربلاء، هذا ببركات التدخل السعودي أخي. وتأتي ويأتي ابن سعودي كأننا نعيش في كوكب آخر، لولا السعودية لكانت اليمن شيعية. قلت شيعية. الحوثي يسيطر على 40% من الجغرافيا اليمنية و90% من عدد السكان، 90% من عدد السكان تحت مناطق سيطرة الحوثي. برمجة ويا لثأرات الحسين وكل هذا الخرابيط. يعني أنتوا جيتوا تكحلوها عميتوها. أنتوا جيتوا شعاركم الأول قطع يد إيران من اليمن. ما والله أني طالت وإيران مددت وخرفت ثم بعد ذلك تصالحتم أنتم مع إيران. الذي جئتوا إلى اليمن وقتلتوا 250,000 إنسان أنتم والإماراتيين، ثم بعد ذلك تصالحتم مع إيران وعلاقات ودية. ما دام أنتم ستتصالحوا لماذا دخلتم اليمن وأهلكتم الحرث والناس وقصف صالات العزاء وقصف الأعراق وقصف مدرسة ابتدائية في صعدة 60 طفل من الابتدائية؟ الآن أنت تقولي هي الطائرة الإماراتية والإماراتي يقول هي الطائرة السعودية. أنت ما حليتوا شيء. ولذلك أنا طالبت أي سعودي أن تأتوني بملف واحد في الشأن اليمني أخرجته السعودية إلى بر الأمان. ما فيش، صفر. هذا الشيء. وحتى مسألة التحالف، أنا الآن لو سألت الأخت المهرة، اسمحوا لي يا أخوان الكرام، لو سألت الأخت المهرة السعودية أو أي سعودي يطلع معي أقول له سؤال صريح: ما هي
أهداف عاصفة الحجم والتحالف في اليمن، يلا اذكرها لي، حددها لي بالنقطة. هو طبعا إن كان يعلمها سيقول لكم 4 نقاط، هذا التي أنا أحفظها مثل اسمي. 1، إنهاء الانقلاب الحوثي في صنعاء. 2، إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي والشرعية إلى صنعاء. 3، الحفاظ على اليمن موحدا مستقرا. 4، التخفيف من معاناة اليمنيين. هل تحقق من هذه الأهداف هدف؟ هل أنهيتم التحالف الحوثي؟ لا، الحوثي ازداد عتوا ونفورا. هل أعدتم لنا عبد ربه منصور هادي؟ عبد ربه منصور هادي ما أدري، لا ندري الآن هو حي ولا ميت، ونطالبكم بتسليم الجثة ديال رئيسنا. هل أعدتم شرعية إلى يمن؟ مش لا صنعاء، أعيدوها إلى مارب، إلى حضرموت، إلى أي مكان. أنتم تحتفظون بشرعية 11 سنة، ثم تأتي وتقول أنا داعم للشرعية. سأقول لك كلمة شوية متعبة. الإماراتيون والإيرانيون في اليمن أوفياء مع حلفائهم أكثر منكم مع حلفائكم الشرعية، للأسف. والله الإماراتي مع زبانيته وعماله الذين يعملون لصالحه في اليمن وهو المجلس الانتقالي أكثر وفاء منكم مع الشرعية التي هي تواليكم. والإيراني الذي يدعم الحوثي أكثر وفاء للحوثي من ولائكم للشرعية. أقول لك ليش؟ لأنه الإمارة دعمت الانتقالي واليوم يسيطر على جنوب بأكمله، لولا حضرموت فقط. الانتقالي يسيطر على عدن ويسيطر على شبوة ويسيطر على سقطرى بحجم لبنان مرتين. وفي الإمارات يوفى، صحيح مشروع هدام، لكن عندما دعم الانتقالي البوليزاريو اليمني دعم وأوجد له وجود على الأرض. اليوم الإمارات الانتقالي في دعم الإمارات تسيطر على جغرافيا كبيرة في جنوب اليمن. الحوثي بدعم إيران يسيطر على، قلت لك، 40%. الشرعية بدعمكم أنتم على ماذا تسيطر؟ على سرير في الفندق، سرير في فندق الرياض، ما استطعتم حتى ترجعوهم. ما فيش، صفر. يا أختي، يا أخواننا السعوديين، والله ما نفعتونا لا في حرب ولا في سلم. ها أنت بعد هذا الدمار كله جيت تقول أنا مالي دخلهم الإماراتيين اللي فعلوها. يا أخي أنت كنت قاعد التحالف. قال هي مريم المسعودي الطيارة الإماراتية، وهذا الطيارة منين كانت تقلع؟ هل الطائرات في الحروب تقلع هكذا زي ما يجي الواحد يشغل سيارته ويمشي؟ لا تستطيع طائرة إماراتية أن تقلع إلا بأوامر من غرفة عمليات عسكرية فيها سعوديون وحتى أمريكيين. تصوروا لنا أن الطيار الإماراتي هذا كان يطلع الطائرة حقه ودق أم السلف وراح يقتلها في اليمنيين، وأنه هذا خارج عن إرادتكم. هذا كلام فارغ يا صاحبي. إيش فيكم أنتم؟ كيف تتكلموا معنا؟ كيف تتكلموا معنا ونحن يمنيون ماتوا آباؤنا وأجدادنا داخل البلاد بهذه الطائرات، وتجي اليوم تلقيها على الإماراتي وتبرئ نفسك؟ ما نسمح لك أنك تخلي الدم اليمني هكذا أنت عشان ورقة تلعب بها أنت والإماراتي في خلافاتكم. ولذلك قلنا لكم لا تذكرونا، لا تذكرونا يا سعوديين أنتم والإماراتي، لا تذكروا دمنا، خلوا دمنا بعيد، لا تدخلوا في خلافكم. هذا شيء. الانفصال، الأخت تقول السعودية كانت سدا منيعا أمام الانفصال. هيا اسمعي، تاريخيا 94 عندما شنت حرب على الانفصاليين في الجنوب كانت قطر والإمارات وعمان والبحرين والكويت كلها مع الشرعية، والسعودية الوحيدة التي كانت مع الانفصاليين. من 94 أنتم كنتم مع الانفصال الذي أعلنه المرحوم مات قبل أسبوع علي سالم البيض. تاريخيا أنتم مع تقسيم اليمن. ثانيا الآن بالله عليكم يا جماعة، في واحد يقول لك أنا سد منيع أمام أنك ما تنفصلش، ثم يأتي ويحول رئيس. كان معنا رئيس يا عالم، رئيس واحد نمنا قمنا ونقدم 7 صرف الريال السعودي. تخيل انك ترقد ومعك رئيس، تقوم ومعك 7 دق يا بيدق، ما عدلنا ما نلقى. يا اخواننا في السعودية احنا بنحاول نلم الموضوع مثل احمد الشرع في سوريا ويبقى لنا رئيس واحد ويتسلموه الجيش. لا،
اخواننا في السعوديه فرخوا لنا 7 رؤساء بما فيهم من؟ الانقلابي الذي لا يرى نفسه يمنيا، عيدروس الزبيدي المدعوم اماراتيا، دخلوه في مجلس رئاسي يمني وهو لا يرى نفسه يمني. ويجي لي سعودي اليوم يقول انا مع وانت قبل اسبوعين سمحت داخل بلادك السعوديه ان يعزف نشيد غير النشيد اليمني وتقول لي انا مع وحده اليمن. انت رفعت علم الجنوب الخرطي هذا اللي بيرفعوه داخل السعوديه. لو كنت مع وحده اليمن لرفضت ان يعزف على الاقل الى ان يتم الاعتراف بهم. أنتم مزقتم اليمن مع الإماراتيين، أنتم مع وحدة اليمن، لا حد يقول لنا مع وحدة اليمن. على الأقل الإمارات واضحة تسميهم جنوب عربي وداعمتهم، أما أنت الذي شرعا عيدروس الزبيدي. يعني جريمتك مثل جريمة الإمارات في دعم هذا الكيان الميت الذي يسمى جنوب عربي وانتقال البوليزاريو اليمنية. لا تفرقي عن الإمارات في شيء. ولد في الإمارات لكنه ترعرع عندكم في السعودية. وعيدروس الزبيدي كان يقيم ويلتقي محمد بن سلمان وشرعنتموه في اتفاق الرياض الأول والثاني، وكان يصنف حتى دوليا ويمنيا أنه انقلابي في عدن. كان يصنف عيدروس الزبيدي هذا أنه مثل الحوثي، كان يقال انقلاب الحوثي في صنعاء وانقلاب عيدروس الزبيدي في عدن، إلى أن أدخلتموه أنتم في اتفاق الرياض. الفجأة لقينا عيدروس الزبيدي شرعية، وجي تقول لي أنك مع وحدة اليمن. لا تقولش تقولوا هذا الكلام عندي، روحوا قولوا هذا الكلام عند اليمنيين الذي في الرياض المنبطحين للصوت السعودي، والإماراتيين روحوا قولوا هذا الكلام للي منبطحين في أبو ظبي ودبي. أما واحد بطنه فاضية من السعودي والإماراتي ما تقدروا تمروا هذا الكلام عندي أنا. وننصحكم للمرة الأخيرة اتركوا دماءنا جانبا. هذا مطلب إنساني بعيدا عن أي سياسة، بحق الرحم يا أخواننا في السعودية. وأنتم يا أخواننا في الإمارات اختلفوا دينيا، تقولوا بيت إبراهيمي، قولوا هيئة كبار علماء، قولوا جن، قولوا تصهين، اتركوا الملف اليمني وشأنه، لأنها 250,000 إنسان مات. أنتم قصفتم مدرسة ابتدائية مات 60 طفل، وقصفتم صالة عزاء مات 3,000 إنسان في دقيقة، وقصفتم عرس من أصدقائي ماتوا فيه في سنبان، عرس بأكمله، مات العريس والعروسة والمعازيم والفرقة الموسيقية كلهم ماتوا. قصفتم حتى اسطبلات الخيول، بينما الحوثي بردا وسلاما كانت طائرتكم. لو سمحت يا أخي، لو سمحت لا تقاطعني، أعطيك حق الرد. أنا بعطيك حق الرد، لكن عندما يذكر أنت عايش لك في أبو ظبي وهذاك عايش لك في الرياض آمنين مستقرين، وجيت تتلاعب لك بالورقة اليمنية هكذا عشان في خلافاتكم هذه. أنا الإمارات خانتكم صافي. أنا هذا ليست مشكلتي. أنا اطلع قل لي أنك قابل للخداع. أنت كسعودي اطلع قل لي إني ضحكت عليك الإمارات 10 سنين. اطلع أول شيء اعترف، قل أنا خدعوني الإماراتي. إذا أنت اعترفت نقول يلا يا أخي تعلم إن شاء الله 10 سنين ثانية. أنا بنحكم 10 سنين ثانية ما شاء الله 10 سنين مضت ويقول